أنا في هولندا أنا قبل لا أروح أي مكان حتى أطرح مواضيع أسأل من نفس الجالية من نفس المجتمع، أقول لهم أنتم شنو مشاكلكم؟ شلون أختار الموضوع عن حتى أبحث؟ أنا أختار البحث من الواقع المعاش. الناس تعيش شنو بطالة، أسوي رؤية على البطالة. تعيش عزوبة، تعيش لا أمن، مشاكل عائلية، كثرة الطلاق، عدم اهتمام بالصلاة. أختار الموضوع من الواقع المعاش، أسوي عليه رؤية قرآنية ورواية وتجاربي ومسائل شرعية أطعمها، والله بعد يوفقني الحمد لله. فبحثت الصلاة، قالوا لي هناك الجماعة في هولندا امستردام دنهاخ زين، موكب العباس اسمه الحسين مالتهم زين، السيد هذا حيدر كاشي المسؤول مالهم الله يحفظه ان شاء الله. قلت له شنو مشاكلكم الشباب شنو؟ قال شيخنا لو تحدث يوم عن الصلاة زين لأن شوي تكاسل في الصلاة. أنا قلت وين أبحث هذا الموضوع؟ 10 محرم وين ينبحث الصلاة؟ وين ينبحث بالضبط؟ أفضل ليلة ليلة العاشر. ليش؟ لأن ليلة العاشر الحسين سلام الله عليه أهم شيء كان عنده وهو الصلاة. إذا أرسل العباس قال اذهب إليه بنفسي أنت، اذهب إليهم وقل لهم ليمهلونا سواد هذه الليلة لنصلي لربنا ركعات، فإن الله، شوف التعليل، فإن الله يعلم بأني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. 4 شطرح. أنا بس حاضرت أحب الصلاة له 4 محاضرات. ما شاء الله. ليش قال أحب الصلاة له؟ ليش قال أول أحب؟ إذا واحد يمارس أي عمل كان عن حب ورغبة وشوق يبدع في العمل، ينتج في العمل، غير لما يمارسه عن إكراه أو ضغط أو إكراه. لا، المنطلق هو الحب. وسئل الإمام الصادق سلام الله عليه: الدين إلا الحب. الله أكبر.